يا أبت إني أخاف أن يمسك من الرحمن فتكون للشيطان وليا ياتي يا ابراهيم لئن لم تكن أجرني غيا طريق زاد ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله قالوا ربي أكون من رب شقيا فاعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق حيا موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا من جانب النور الأيمن وغرناه نجيا برحمتنا قالوا نبيا إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إذا إنه كان صديقا نبيا ورسولا وكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومما هدينا واجتبينا إلى آيات الرحمن خروا سجدا وقيا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقونها وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نبيا وعد الرحمن لا يسمعون فيها لو إلا سلام ويوسف فيها نورا وعليا تلك الجنة التي نورث من نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربها نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد وصبر عبادتها تعالى سنيا غير معبود وصبر إنسان فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لننزعنهم حول جهنم جثيا شيعة أيهم أشد على الرحمن عبيا ثم لنحن أعلم بالذين هم بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربها سريا الذين اتقوا الظالمين للذين آمنوا أي الفريقين خير وأحسن نبيا وتهلكنا اللهم يا غني وما سمعت وليا بالضلالة فينزل الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فيعلمون من شر مكانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير مآبا الذي كفر بآياتنا وله تيمم له ولدا غيبا من دار عند الرحمن كلا سنكتب ما يقول ويكتب ما يقول ويكتب اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا الإنسان كلا سيكفرون بعبادة ويكونون عليهم ضدا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم إنما نهد لهم عدا يوم نحشر واتقوا الرحمن عبدا مجرمين جهنم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا اتخذ الرحمن ولدا جئتم شيئا إدا من هو تنشق الأرض وتخر الجبال هدا للرحمن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا فهو أنت وأنت هذه يا مريم بمنا صالحات الله الرحمن ودا وباللسان يدرس المتقين
الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تذكرة لمن يشاء ممن خلق السماوات والأرض وآيات السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تجر في الأرض لا إله إلا هو الأسماء الحسنى حديث موسى ليأتيكم من عذاب الأليم يا موسى أني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس